ملك ريكار، أذكر ولعل كثيرا من الناس يذكرون ذلك أيضا، أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر كان اسمك من الأسماء التي بدأت تظهر في الإعلام وتسلط على شخصيتك الأضواء على أنك من زعماء الإرهاب في العالم. كيف بدأ ذلك وما هي قصته؟ أنا في اعتقادي أن الأمريكيين كانوا يفتشون عن مبرر آخر يقوي جانبهم. في البداية عندما قالوا هناك أسلحة دمار شامل في النظام عند النظام العراقي نذهب لتدميره، ثم قالوا هناك ربط بين النظام وبين القاعدة، فوجدوا أن هذا الكردي الذي هو كردي عراقي أصولي متشدد عنده معسكرات تدريب يذهب إلى أوروبا ويعود وملتقي ببن لادن، إذن هو الحلقة الأنسب نختلقه. وكأنهم وجدوا الحلقة المفقودة. نعم، وهو كردي لا أحد يدافع عنه، فجاءوا وحشوا اسمي داخل المنظومة التي هم يريدونها. فبعدما قالوا أنه هو حلقة الوصل بين بن لادن وبعدها سجنت في هولندا طبعا. يعني هذا يعني أن ما فعله الأوروبيون معك هنا هو بناء على مطالب قدمت لهم من قبل الأمريكيين؟ نعم بكل تأكيد. أنا ربما تعرف أنا سجنت في إيران، أو بالأحرى اختطفت في إيران، وأنا كنت دخلت بلادهم بفيزا رسمية، وليس هذا مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة. هذا متى كان الاختطاف في إيران؟ كان في 6 سبتمبر 2002. فأنا كنت في بيت أحد الأخوة وهم جاءوا وداهموا البيت وقالوا يوجد واحد عربي هنا، وأنا كنت لابس سروال كردي، فقلت عربي؟ قالوا نعم. قلت هو عربي متهم، يعني مجرد أنه يصبح عربي ويكون متهم؟ قالوا لا، ولكن نحن عندنا تقرير أنه جاء عربي. قلت لا، ما في عربي وأنا كردي. قالوا تفضل معنا. فجمعت غراضي، قالوا لا هو مجرد 5 دقائق 10 دقائق. قلت ما أنا أعرف 5 دقائق البلاد هذه. فجمعت الحقائب وجمعت كل شيء وذهبت معهم. في الطريق سألوني من أنت من كذا؟ قلت أنا يعرفني سكرتير رفسنجاني، يعرفني أبو القرارقة وأبو الاطلاعات ومؤسساتكم الإعلام الاطلاع المخابراتية. فهم اتصلوا قالوا نحن الرجل الذي يمسكناه يعرف كل شخصياتنا ويعرف الأماكن ويعرف كذا، فهل نأخذه إلى مكان الفلاني؟ يظهر أنه كانوا محددين مكان معين. فقالوا لا، إذا خذوه إلى المنطقة الفلاني. وهم بدأوا باحترام طبعا، أخذوني أيضا المنطقة الثانية، كان دائرة مكتوب بيجيري يعني المتابعة. فدخلنا وأجلسوني في غرفة باحترام، لكن لم يسمحوا لي أن أفتح حقيبتي لأخرج مصحفا، قالوا نأتي لك بمصحف. على أي حال بقيت عندهم أياما تحقيق، كله تحقيق. نعم معتقل، لكن في الغرفة هذه. وأنت أصلا لماذا جئت إلى طهران إلى إيران في تلك الفترة؟ وأنا في طريقي إلى عودتي إلى بيارة، إلى مناطقنا. من باكستان؟ لا من النرويج. من النرويج أنا سافرت إلى أمستردام. أيوة. ومن أمستردام بقيت يومين عند بعض الأخوة، وبعدها أخذت التذكرة من أمستردام مباشرة إلى طهران. أيوة، تمر بطهران لكي تعبر إلى كردستان. نعم، هو عادة كنا إما من سوريا أو من تركيا أو من إيران نرجع. أيوة. وعادة من إيران، لأنه الفيزا الرابعة كنت محصل عليه، فالفيزا الخامسة ما يحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية. فعادي من هناك ختموا لي. وأيضا وجدت أنه ليس علي شيء، لا في الشرطة النرويجية التي جددت الجواز، هذا عام 82، عام 2002 أتكلم. فمن أمستردام ركبت هناك، وبعدها بقيت في الأسواق يعني. ودخولك إلى إيران كان دخولا شرعيا؟ نعم عادي، يعني ما أحد أوقفني. وكنت أذهب في النهار إلى صحافة، إلى المكتبات طبعا، وإلى أماكن أخرى. بعدها جاءوني هكذا وأخذوني. وبقيت عندهم نعم أياما؟ بقيت عندهم تقريبا إلى يوم 9/9. ثم جاءت تحقيقات أخرى، ثم جاءوني قالوا في الليل يأتيك مسؤول. وأنا كنت أعرف أغلب مسؤوليهم، يعني حتى بعض الذين جاءوا كنت أعرفهم.
جاءني ثالث شخصية في وزارة الاطلاعات، هم في إيران عنده وزارة المخابرات. فجاء وقال أنت رجل سني مسلم ملتزم ومتدين، وتعرف صدام حسين عدونا المشترك، حاربنا 8 سنوات وحاربكم وفعل كذا وكذا، نعمل معا ضده. قلت أنا ضده. قال جيد نعمل معا. قلت ولكن أنا لا أعمل معكم هكذا. يريدون أن يجندوك؟ لا يعني ما يستطيع يجندني، لكنه يقول أن نتعاون كيف نعمل في الوسط السني العربي هكذا. قلت أنا عندي حركة وحزب وشورى، لا بد أن نرجع إليهم، أشكل وفدا وآتيكم بزيارة ونجلس مع من تريد وفي أي مستوى من المسؤولية، ما عندنا مانع. قالوا لا، أنت إذا توافق الآن أنت تستطيع تؤثر على أفرادك. قلت لا، أنا لا أفعل هذا الشيء، لأن أنا عاهدتهم أن نعمل شيء، كل شيء بشورى، أنا أحاسبهم إذا عملوا شيئا، فكيف أنا أفعل شيء مصيري مثل هذا الأمر؟ قلت لا، أنا لا أفعل هذا الشيء. كل ما حاول قلت لا. قال إذا أنت لست ضد صدام. قلت أنا ضده قبل أن يصعد إلى الحكم، لأن نحن عندنا فتوى شرعية في حزب البعث ونسير عليها. فبعدها فوجئت أنه قالوا نحن نرحلك إلى هولندا. قلت لا. لماذا؟ قالوا لأن أنت جئت إلى بلادنا بدون هماهنجي يسموا، بدون اتفاق وتنسيق معنا. قلت جيد، ولكن أنا جئت بفيزا رسمية وصار لي أيام هنا. قلت على أي حال جيد، حقائبي في المكان الفلاني ممكن نأتي بها. قالوا نحن نذهب ونأتي بها. قلت جيد، لو تسمحوا لي أستحم على الأقل. يعني كنت متسخا بدون أن أستحم 7 أيام. فبعدها لم يسمحوا لي حتى بهذا. يعني أجلكم الله في التواليت استخدمت كم إبريق على رأسي وصابونها، وجئت ورجعت هكذا ورجعوني إلى هولندا. وأنا قلت لهم، قلت أنا عندي تذكرة الرجوع، لكن هم غيروا التذكرة، تذكرة أخرى مكتوب سياحية. وأنا لما جيت طبعا في الطائرة قبل أن أنزل أنا نظرت وجدت وجبتي شرطة في مطار طهران؟ في مطار أمستردام. في مطار أمستردام، نعم. وهم عملوا حيلة علي في مطار مهرابات في طهران. كنا داخلين في المطار ورجعوني، أخذوني إلى جراج السيارات، محل وقوف السيارات. قالوا نقف هنا فترة، يظهر أنه التذكرة بعد ما زال المقعد ما أعرف إيش كذا. وأنا فيما بعد عرفت أنهم هم متصلين بالسفارة النرويجية. أمسكنا واحد نشك فيه أنه قاعدة ويحمل جواز سفر نرويجي. فالسفير النرويجي جاء إليهم وجاء إلى المطار حتى يعرف من هو هذا الذي يحمل الجواز النرويجي. فما قالوا له أنه ملا كريكار ولا نسقوا معه شيء. فلما هو كان في المطار رجعوني إلى جراج السيارات حتى لا تقابله. نعم، حتى لا أقابله، وحتى يزدادوا هم يزدادوا شكوكا. بعدها أنا وصلت إلى هولندا، فواحد من الشرطة نظر إلى رسغه ونظر إلي فأفرزني مع المجموعة على جنب وسألني. لا، معه اسمي ربما، لأن تعرف الاسم نجم الدين فرج كان صعب عليه كغربي. فبعدها قال تفضل معنا. قال نحن نشك في الجواز، ليس في الأمر شيء، يعني فقط نشك في الجواز. قلت تفضلوا حققوا كما تريدون. وكان عليه رقم الشرطة النرويجية أيضا، كنت كتبت في ورقة مع غلاف الجواز. قلت تتصلون بهم. فبعد 10 ساعات جاء السفير النرويجي إلى المطار وقال الجواز ليس عليه أي غبار ورسمي ومن الشرطة وما عندنا أي شيء عليه. فقالوا لي تبقى الليلة معنا. بقيت الليلة في انتظار المطار، في سجن المطار، يعني توقيف المطار. في الغد جاءني نرويجيان، قالوا فلان من المخابرات رسمي، قالوا عندك مانع نعيدك إلى النرويج لكن ننزل في مطار آخر؟ قلت لا، ما عندي أي مانع. قالوا نحن نسألك بعض الأسئلة، هل في مانع؟ قلت لا، ما في مانع، تسألوني هنا أو هنا. قالوا أنت إذا تخرج أين تذهب؟ قلت أرجع إلى بيتي إلى النرويج.
قالوا ما عليك شيء. قلت لا ما علي شيء، أنا ماذا فعلت في النرويج حتى أخاف من مواجهتي. فبعدها قالوا جيد، نحن نحاول أن نرتب مقعد لك مع مقعدنا. لم يستطيعوا. فجاء إلي مدير المطار قال أنت ترجع على KLM، ليس معهم لكن في رحلة أخرى. قلت ما في معنى. قال عندك مال تحجز مقعدا؟ قلت نعم. فهكذا كان الاتفاق. في منتصف الليل الساعة 12 جاء واحد ودق الباب، قال أنت ما تذهب إلى أي مكان إلا إلى سجن آخر اسمه فوخت في هولندا. في هولندا في المطار. قال لأنك تاجر مخدرات، بعت الهيروين في الأردن. أنا تحيرت، قلت أنت متأكد من اسمي نجم الدين فرج؟ قال نعم نجم الدين فرج ملا كريكار. عرفت إذن هو ما في شك هو أنا. قلت الأردن الذي بين فلسطين والعراق؟ قال نعم الأردن الذي بين إسرائيل والعراق. قلت وبعت هيروين يعني أحاول أن أفهمه أنه فعلا هيروين المواد المخدرة. قال نعم دراج هيروين. قلت على أي حال خذني. قال لا نملأ استمارة، هل عندك مرض معين، هل كذا، هل تأكل اللحم؟ قلت لا فيجيتيريان، واكتب النباتي حتى نتخلص أيضا من اللحوم. بعدها 20 دقيقة وأخذوني يمكن 3 ساعات، ثم أدخلوني في سرداب تحت الأرض. وأنا استغربت طبعا لما فتحوا عيني، كانوا يديرون لولبا إلكترونيا في الجدار حتى يحركوا المفتاح في الباب تحت الأرض. 6 أبواب كان هكذا، يعني وهم ماسكيني من زي خلفي. خزانة المصرف. نعم، وماسكيني من خلفي. بعدها أدخلوني مكان يشبه حوض ماء. الزوايا أيضا عاملين هلالية بحيث ما تستطيع حتى الظفر كما يدخل في أي مسامات. قالوا تبقى هنا وتلبس هذا شيء مثل شوال مقطوع مكان الرأس، وتنزع ملابسك. نزعت ملابسي وقلت ألبس هذا. قالوا أيضا القصير أيضا انزعها. قلت جيد ومعكم امرأة، انزعها لكن بعد ما ألبس هذا. فلبست ذاك ونزعت أيضا، وبقيت طبعا بلا أردان وبلا كذا، كأنك في مستشفى. نعم، كأنما في مهرج فيلم. بعد استغربت طبعا وهم هل 5. تظن أن المعلومات هذه كلها من الإيرانيين؟ لا ليس من الإيرانيين، الآن أقول لك من الأردن. غريب. نعم. أنت كنت ذهبت إلى الأردن؟ لا أنا ما شايف أردن أصلا. فبعدها الرجل لما قال لي الأردن، ثم وجدت نفسي في هذا الحوض في هذا المكان. فأنا تخيلت أنه قريب من الفجر، تيممت واتجهت إلى القبلة على ما أفهم، صليت الفجر ونمت. وقلت هذا أيضا امتحان لإيماني، فإذا نمت مبكرا فهذا يعني أنه كل موكول إلى الله عز وجل. يعني ما مر والله أعلم ربع ساعة 20 دقيقة ونمت بفضل الله. بعدما استيقظوني قالوا هذا فطور. كانوا جايبين لي أكواب، كوبين فقط، لو تركته كان يذوب، حتى لا أستخدم الكوبين أضعه على عين الرجل أو أضربه به. ما كان لا في ملحقة ولا في شيء، يعني شيء كان غريب. طلبت مشط، 5 جاءوا بمشط، 5 غوريلا كبير يحرسون المشط. نعم، 4 لا 4، 2 خلفي و2 أمامي، والآخر قال تفضل المشط. وخرجت وقالوا تتنفس ساعة، عندك حق تتنفس. قلت جيد أخرج. خرجت ولما رجعت قالوا نفتشك. قلت كنت أمامكم. قالوا لكن هذه تعليماتنا نفتشه. لعله من الهواء جاءك شيء. جيد. أقول كيف تفتشوني؟ تذكرت الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره، لأنه أيضا عانى من هذا الأمر. قالوا تنزع هذا الشيء اللي عليك ونفتشك. تلامسوني. قالوا لا أنت تحرك المفاصل. حركت كل مفاصلي وأذني وأنفي ومفاصل قدمي كل شيء. قالوا لأنه نحن عندنا تعليمات. فيما بعد عرفت أنه ممكن لصق يد أخرى مكان هذه اليد، يعني كلام طبعا كان شيء غريب. بعدها
قلت أنا لا أكل. قالوا لماذا؟ قلت أنا حتى أفهم أمري، أنا زرت هولندا أكثر من 20 مرة، والهولنديين ناس طيبين، فما معنى هذا الأسلوب الجاف في التعامل؟ وما الذي فعلت في بلادكم؟ لا أريد طعامكم ولا شرابكم. مرت علي 24 ساعة، كل ما رجعوا قلت لا ما أكل. مرت علي 48 ساعة، أنذرتهم قلت إذا صار 72 ساعة لا أتكلم أيضا. أتوا بطبيب قالوا نفحصك، قلت لا ما ممكن، تزرق في مواد كيميائية وتقتلني. جاء مدير السجن وراجعوا وطلبوا، قلت لا أجيب أحد إذا صار 72 ساعة بدون أن تذكروا لي ما معنى أنه أنا لماذا معتقل عندكم. طيب بأي حق يعتقلونك؟ نعم. فالمهم مضى حوالي أكثر من 50 ساعة بدون أن آكل وأشرب، وبعدها قالوا مواجهة. الزنزانة كلها كان السجن في إنذار. كيف مواجهة يعني؟ يعني عندنا نحن نسميه مواجهة المحامي، اللقاء، زيارة. فبعدها جاءني محامي هولندي، محاميان ومحامي نرويجي ومترجمين. هم عينوهم؟ لا هم بعدها يظهر أنه أهلي وناس يعني اتصلوا. فالميلينج المحامي جاء من النرويج أيضا، وكوبي من هولندا، فجاءوا إلي ووراء زجاج طبعا وتكلموا معي. قلت أولا أنا معتقل على حجتهم على هيروين مخدرات وفي الأردن، فاطمئنوا، لا رأيت هيروين في عمري ولا رأيت الأردن في عمري، وكل معلوماتي عن أردن لا تتجاوز ما أخذناه في الجغرافيا في الابتدائية، ولا أعرف فقط شيخ يوسف العظم، ولا أعرف ليث بيلاد، ولا قرأت مقالات هكذا. فعلى أي حال هم قالوا أنت ذهبت إلى الأردن وبعت الهيروين وأنت نجم الدين فرج. المهم كلامهم كله كان باطل، يعني حتى فقط كانوا كاتبين شعر رأسه أسود. قلت في المحكمة، قلت ليس فيها غير هذا الكلام. المهم المحامي قال لي مرة ثانية لما جاءوا غيروا لي المكان بعد 51 يوم. دخلت مع المجرمين الآخرين 51 يوم؟ 51 يوم. يلا رأيت البشر الآخرين، واحد في أذنه حلقتين 3، واحد مرسوم على يده وقاتل، واحد مجرم آخر. المهم صرت معهم. فقلت كل يوم كنت أخرج وأخذ المصحف أتكئ على الجدار خوفا أن يكون بينهم مندسين من المخابرات وأيضا يضربوني أو شيء، يعني لما كان أحد منهم مسلما. في إحدى المرات جاءني المحامي وقال غدا ستذهب إلى لاهاي ويكون شوية في استغراب، يعني لا تتعجب من كيفية نقلك إلى هناك. قلت خير، يعني تخيلت أنه ربما يكون في قساوة في ركوبي في صعودي في كذا. في الغد جاءوني وألبسوني يلق، يدي على الكلبشة، ورفعوا المقعد بحيث رأسي يكون على سقف السيارة، وأمسكوني من الخلف وهم أيديهم على الزناد، و3 سيارات وطائرة هليكوبتر فوقنا والأزرق يعمل. إيش هذا؟ خرجنا من دهاليز تحت السرداب، وطبعا ألبسوني نظارات بلاستيكية إلى أن وصلنا إلى الشارع الرئيسي الأوتوبان. فتحوا عيني بدون أن يتكلموا أيضا. المهم ذهبنا إلى لاهاي، وهناك أشوف محكمة. فلما جاء علي أن أتكلم قلت شكرا لمحكمتكم الموقرة، لكن أنا يتخيل لي كأنني أصدر أو جزء من إنتاج فيلم أكشن على قتل أولدومورو في إيطاليا، ولا هذا مافيا، ولا نصدر فيلما. أنا لا أفهم لماذا جئت إلى لاهاي، لا أفهم لماذا بهذه الطريقة. المهم على أي حال تكلمنا، وبعدها رجعوني على نفس الوتيرة. في الطريق قالوا لي نحن نغير السيارة، سيارتك نحولها إلى سيارة أخرى، تركب سيارة أخرى. في الطريق يا أخي، والإنذار طبعا الصافرة والأزرق، اللون الأزرق، ولما طبعا السيارات كلها واقفة في جانب موكبنا يمر. فلما توقفوا حتى أذهب إلى سيارة أخرى وأنا نزلت بلحيتي وهم مسلحون،
مسكين واحد كان يقود شاحنة كاد أن ينقلب بشاحنته خوفا. لأنه رأى الإرهاب بعينه. نعم، إرهابي شرقي ومسلحين خلفه، فمسكين. المهم رجعنا بعد، المحامي سألني قال ماذا جرى؟ قلت والله لا أعرف. كل الذي تكلموا في المحكمة تكلموا حول جواز سفري مزور ولا غير مزور، وأنا لا أفهم كل هذا التمثيلية. كانوا باللغة الهولندية يتكلمون؟ نعم طبعا معي مترجم أيضا. فعلى أي حال كل هذا التشدد، لأن هم كانت تأتيهم تقارير أن هذا زعيم جماعة أنصار الإسلام، وهم جماعة مسلحة مرتبطة بالقاعدة، كلهم أقوياء ولهم نفوذ في هولندا، في ألمانيا، في أوروبا بصورة عامة، وهذا تجول في بلاد أوروبا، في بلاد هذا كثيرة. الكلام قيل في المحكمة؟ لا ما في المحكمة، في تقاريرهم. أيوة. لأنه المحامي قال لي هذا التشدد كله جاء من خلال هذه التقارير. فهم الهولنديين الآن يتخيلوا أنه ماسكين رأس مافيا، ولذلك اللي كان تحت الأرض هو بالأصل لمافيا، لمنظمات من هذا القبيل. فبعد 51 يوما حولوني على زنازين أخرى، وفترة أيضا أزعجوني، وضعوني في زنزانة، أول زنزانة قريب من الباب الرئيسي، لأن كانوا يفتحوا بالليل وبالنهار حتى أنزعج. ثم وجدوا مثل ما هم يقولوا، وجدوا في سلوكي أنه سلوك مستقيم، يعني ما عنده أي تشويش. بعدها غيروا لي الزنزانة، ثم طلبت كتبا، أتوا لي بكتب، وأيضا حتى بالاشتراك مع جريدة الحياة كانت تأتيني أيضا. وكم بقيت عندهم؟ 4 أشهر تقريبا. 4 أشهر. نعم. بعدها ولم توجه لك تهمة؟ لا، فقط هيروين، مخدرات. فبعدها سلموني إلى النرويجيين باتفاق أمريكي هولندي نرويجي، على أساس يأخذوني إلى مطار عسكري ومن هناك يأخذوني. قلت لي إن المعلومة عن الهيروين جاءت من الأردن؟ نعم. كيف عرفت الأردني ذلك؟ طبعا لأن الوثائق عندي، ما زال عندي. طب ما دخل الأردنيين في الموضوع؟ هو هكذا طبعا. في البداية قالوا هذا الرجل أنا قاتل شخص في المخابرات الأردنية في قسم الإرهاب بتفجير، حتى يسلموني إليهم. فوجدوا أن هذا ما تشمل أي فقرة قانون في هولندا، غيروا إلى هيروين، لأن هناك اتفاقية من عام 70 أو السبعينات بين الأردن وهولندا لتسليم المجرمين، فحولوا إلى قضية هيروين، عسى أن يستطيعوا يسلموني إلى الجزارين في الأردن، وأوقع على ما يريدون، ولا يوقعوا بأسلوب على أنه هو حلقة الوصل بين النظام يعني هل أفهم من ذلك أن الأردنيين طلبوا تسليمك لهم؟ نعم. الأردنيين كانوا يمثلوا الدور الذي في دورة الحياة هذه الإجرامية، كانوا يمثلوا المكان الذي يولد فيه الاعتراف، بحيث أنا حتى لو أنجو بجلدي لا أنجو بظفري، بحيث يجب أن أوقع أنه أنا حلقة الوصل وحتى تكتمل الدورة هذه. يعني الأمريكان طلبوا من الأردنيين نعم أن يطلبوا تسليمك لهم. نعم. فإذا استلموك إذا استلمك الأردنيون يقومون بالواجب. نعم. فالأردنيون أرسلوا الفاكس الأول كان معلوماته كله خطأ، اسمي كانوا كاتبين يحمل الجنسية إما النرويجية أو السويدية، مش متأكدين، هو إما إيراني أو عراقي، فاتح محمد أمين أو فاتح كذا، حتى في الاسم. ثم بعدها جاء الفاكس الثاني، فيظهر الفاكس الأول كان مجرد مرتبين من المطار. وأنت طلعت على الفاكس؟ نعم عندي لأنه طبعا في ملفات في المحكمة ترجموها لي. فأنا أيضا قلت للمحامي، قلت أدرس الطلبات هذه الأردنية وأنا أخرج منها ما يعينك في المرافعة. وبعدها لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. فبعدها حسب الاتفاقية سلموني إلى النرويج، والتسليمي إلى النرويج كان أغرب من اعتقالي. نادوني، كنت ألعب مع شباب في الساحة، واحد ناداني شرطي قال أنت تطلق سراحك وترجع إلى أوسلو. قلت كيف؟ قال ترجع الآن. قلت الآن مساء، وكيف أخرج؟ قال وقع على هذا الاستمارة، أنت أصبحت حرا. قلت ولكن ما معقول، يعني مش تسليم، إطلاق سراح. نعم. ما معقول أنا الآن يطلق سراحي وأنا لا أعرف كيف دخلت هذا السجن، أين يقع هذا السجن؟ يعني هكذا لا على التعين أمسك تاكسي وأقول أوصلني إلى أمستردام، إلى عنوان، إلى كذا، أين المحامي، أين كذا؟ قالوا هذا ليس شأننا، المهم كل من نطلق سراحه في هذا السجن يخرج من بابنا الرئيسي ونودعه ويفعل ما يريد. نعم الله معك. فوقعت. بعد التوقيع نقلوني إلى ممر، أشوف هناك نفس الشيء، سيارة ومسلحين
غور الأمان. مش إطلاق سراح. نعم، بعد التوقيع على أنني أصبحت حرا ركبوني هذه السيارة مرة أخرى يدي هذا اعتقال جديد. نعم. بعدها قلت لا، هذا اختطاف مثل أوجلان، وهؤلاء ممكن سيقتلونني ويرمونني في حافة الطريق أو يعملون بي شيئا، أو اختطاف من نوع آخر بعدما أصبحت حرا. إذا نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف قصة الاختطاف. نعم.